الديمقراطية تطور كبير جدا، اقتصاد كبير جدا. الأخرى اللي فيها تحكم فيها ديكتاتورية لا خدمة الشعبية المرحلة. كذلك لاحظنا كذلك انتقال جارة انتقال الفرنكاوي فرانكو اللي كانت تحكم في الديكتاتورية من العهد الديمقراطي، أنها 40 سنة تطورت هذه الدولة وأصبحت دولة من أكبر الدول اللي هو الاقتصاد ديالها التيجي ديالها يساوي الاقتصاد ديال العالم العربي كله بالنسبة للوحدة التيجية. وعن طريق اختراع أساسية في التكوين ديال الجهات اللي هي دار المنتخب، هذا هو الرابع ديال الحكامة. غادي نقول لكم دابا كاينين الاول كان تحسين ولوج الخدمات الجماعيه للمواطنين، واحد المنتدى اللي كنا دوزناه في رساله. الوجه الثاني هو القيادات النسائيه والدور ديالها العمل على مستوى الجماعه الترابيه. والثالث هو التنميه الحضريه، اي التنميه المستدامه يبتغيها اللسان المدني. ودروك هذا المنتدى هو العلاقه الوطيده التي تكون بين الديمقراطيه والنمو، لان فعلا غادي نشوفوا مداخلات ديال واحد العدد ديال الاساتذه الجامعيين، وغادي نشوفوا بعض الامثله على انه عندما تنطلق دوله من التحكم الى الديمقراطيه فتعطي مجالا اوسع ومجالا ارحب للتطور الاقتصادي. وكنعطيو كتركيا نموذج اللي كان اتاتورك الحكم في العسكر. نعطيو مثال امثله كثيره جدا، شفنا كوريا الجنوبيه مع كوريا الشماليه، شفنا مثلا اسبانيا في عهد فرانكو كي كانت متاخره. عندما اصبحت الديمقراطيه تطورت اصبحت من البلدان اللي هي كبيره جدا، بحيث ان اسبانيا بوحدها الان البي بي ديالها ديال العالم العربي كله في فتره وجيزه. كذلك واحد العدد كبير جدا من الدول اللاتينيه التي كانت محكومه من طرف ديكتاتوريات معينه، وعندما تطورت الى ديمقراطيات هناك نمو. كاين علاقه وطيده بين النمو وبين التطور الديمقراطي للاباده. هذا هو الموضوع ديال هذا المنتدى. وجبنا المسؤولين الاتراك باش يعاودوا المغاربه، المسؤولين المحليين، الاطر الاداريه ديال الجماعه الترابيه في المغرب، فيها صحفيين كذلك، اساتذه جامعيين، باش يشوفوا كذلك التجربه التركيه في ميدان التطور الاقتصادي بعد ان قطعت مع العهد ديال الديكتاتوريه. يعني ماذا التركيز على التجربه التركيه وشنو اللي غادي ناخذ منها؟ التجربه التركيه هي قريبه ماشي التجربه. حنا عطينا التجربه التركيه ان العلاقات بين هذه المؤسسه تكون رد اديناور كاين عندها علاقه وطيده مع تركيا، الممثل الكبيره اللي في البانيا، وعندها علاقه كذلك مع المغرب. والتجربه التركيه غير بعيده عنا، غير بعيده، ولكن هناك تجارب كثيره جدا. حنا خدينا وحنا تقريبا العالم العربي الاسلامي اللي خدينا على انه يمكن العالم العربي يمكن ان ينتقل من التحكم الى الديمقراطيه، ويمكن ان يطور بلده. هذا هو الاشاره اللي بنعطيو. نقدروا نجيبوا اسبانيا، نقدروا نجيبوا كوريا التي تطورت بشكل كبير جدا، كوريا الشماليه، ونجيبوا كذلك واحد العدد البرازيل، نجيبوا الارجنتين اللي هما دول اللي هي وصلت واحد النمو اقتصادي كبير جدا الان، عندما وضعت حدا فاصلا بينها وبين الديكتاتوريه والتحكم.